ويساب شرف كبير جدا على الملحمة البطولية اللي اسمها الثورة السورية، لما بيقول نحن بنتردد انه نعطي سلاح نوعي للثوار في سوريا لانهم يشكلون خطر على امن اسرائيل. مش مثل هذا العميل الاسرائيلي اللي قاعد بقصر المهاجرين له 40 سنه حامي حدود اسرائيل بيقعد بيحكي لنا بالمقاومه والمنع. الامريكيون يرفضون اعطاء السلاح للثوره لانه على المدى البعيد سيشكل خطر على امن اسرائيل. حتى الصاروخ المضاد للدبابات وللطيران اللي ممكن يستعمل كله بل بحاجه اكثر منه ليقاتلوا نظام المجرم بشار الاسد. هذه الثوره السوريه ملحمه بطوليه تاريخيه عظيمه جدا، ماشي برغم الذبح الاسدي برغم المؤامره الدوليه عليها لانهم اصحاب حق ولا يساومون ولا يفاوضون وما ببيعوا وبيشتروا بالسيف، وباذن الله ماشيين في معركه استنزاف طويله. ايمان لا يتزحزح لا يتزحزح لا يتزحزح. هم يلهمون كل احرار العالم لما يطلع يقول لك لا تراجع ولا تفاوض ولا هدنه. خليهم يعرفوا المجرمين القتلة من بشار الاسد لحسن نصر الله، لا هني ولا اللي اكبر منهم حيركعونا. نحن باقيين شوكه بعيونهم، صوتنا حيضلوا عالي، معنوياتنا عاليه، ايماننا صلب، بدنا نضلنا هشين لننتصر باذن الله.